بينا نبدأ سلسلة التفريزات. النهاردة بإذن الله هنفرز صلصة الطماطم بكل أسرارها وبتركة تخلي لونها خطير جدا زي ما انتوا شايفينها بالظبط كده. بصوا جمالها عاملة ازاي. احنا لازم نلحق بقى نفرز الطماطم قبل ما تغلى. انا جبتها النهاردة ب5 جنيه. عرفوني بقى الطماطم عندكم بكام، وتعالوا بصوا بقى، تعالوا بينا نشوف جمالها وعاملة ازاي. بصوا الطماطم حمرا وموردة كده وزي الفل. عايزاكم لما تنزلوا تشتروها لازم تنقوا القفص زي ما انا نقيته كده من بتاع الطماطم. اول حاجة هنبدأ نغسلها كده زي ما انتوا شايفين في مية غامرة. نحط بقى كل الطماطم بتاعتنا ونبدأ ننضفها كويس قوي. بعدها نبدأ نضربها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. التركايه بقى بتاعتي ان احنا هنحط كام قرن فلفل احمر كده مع معلقه بابريكا ونحطها فين في الخلاط بتاعنا ونضربها كويس. وحله على النار كبيره كده زي ما انتم شايفين، ونبدا نفرم البصل بتاعنا ونبدا نشوحه كده على نار كده هاديه وبمزاج كده وانتي بتشتغلي علشان الحاجه تطلع حلوه وطعمها حلو. وما تنسوش انا مش بس بعمل الصلصه بفرز الصلصه، لا ده انا بحضرها كمان للطبيخ على طول زي ما انتوا كده. وكمان تنفع لكل الاكلات، هتنفع للمحشي، هتنفع للطبيخ، هتنفع للبسله للباميه لكل شيء. وخلاص انا زي ما انتم شايفين خلصتها خالص كده من على النار، وابتديت اني انا هحطها في الكياس زي ما انتم شايفين كده. حطيتها في الاكياس بقى وبقعد عماله كده اظبط فيها كده واربطها كده زي شفتوا الكيس حلو ازاي. انا بحط الكميه المناسبه ليا، وبعدين بعد ما بخلصها ببدأ بقى احطها كده في الفريزر وارصها كده رصة جميلة كده بمزاجي بالطريقة اللي انا عايزاها. وبجد الحقوا قبل ما العيد الكبير يجي لانها بجد هتغلى. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.